السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عياد مرتضى من الأهلي وأهانته للزمالك. قبل ما نعرف ايه التفاصيل يا ريت ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات وتدعمنا لنا بلايك وشير، واذا كنت بتشاهدنا لاول مره يشرفنا اشتراكك في القناه عشان تشوف كل جديد. بعد تأكد طرد الزمالك من بطولة كأس السوبر الأفريقي وتأكد لعب الأهلي بالبطولة لأنه المصنف الأول في أفريقيا، ومن قبلها إشراك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، صرح مرتضى إنه لن يتم تأجيل أي مباراة للزمالك في بطولة الدوري الممتاز أو الكاس من أجل اشتراك الأهلي في البطولتين، سواء بطولة كأس السوبر الأفريقي أو بطولة كأس العالم للأندية. ما تأجلوليش أي مباراة، انسوا. مش ممكن تقعدوني اجباري عشان الاهلي الننوس بيلعب، انتم مش هتجبروني اتفرج عليه، لان لعب الاهلي في بطولة كاس العالم وتأجيل مباراة الزمالك عشانه ده يبقى اهانة للزمالك لا يمكن ان اسمح بها. وكلامي واضح لرئيس الرابطة والرئيس الاتحاد، مفيش مجاملة تاني لنادي الاهلي. كفاية جاملتوه انه يلعب كاس السوبر المصري وانا بطل الكاس وبطل الدوري. المفروض ان الاهلي هيشارك في بطولة كاس العالم للاندية، يبقى الاتحاد المصري المحترم يقدم طلب للكاف لمشاركة الزمالك في بطولة كاس السوبر الافريقي، يبقى فريق هنا وفريق هنا. مش هي دي العدالة والاصول؟ على العموم انسوا تأجلوا مباراة للزمالك، مفهوم؟ لان ده هيضر فريقي، وبعد ما العجلة مشيت والمكاسب اشتغلت مش هعطلها عشان ننوس الدولة. انتوا فاهمين؟ طبعا باين قوي اللي جوه القلوب من الموضوع دوت، والدنيا هتولع. ده لحد دلوقتي الكاف ما اعلنش رسميا اشتراك الاهلي وخروج الزمالك، ده بعد الاعلان الرسمي اتفرجوا على الاتحاد والرابطه وهيقولوا هنعمل ايه في الجدول. طب الجدول هيتاخر، طب احنا مش هنعرف نكمل الدوري، هو اشتراك الاهلي دوت اذيه، دي نصيبه. ودي نهايه الحلقه، ويا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.